السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل كيكة من أحلى وألذ كيكات، على قد ما هي سهلة وكله في الخلاط كده، لكن النتيجة بتاعتها بتبقى رائعة. كيكة اليوسفي طعم وريحة يجننوا. أول حاجة جبت 4 حبات من اليوسفي غسلتهم تحت المية الجارية كويس أوي، وخدت قشر برتقانة ونص، شِلت منها كل الخيوط البيضا، وكمان شِلت البذور اللي فيها، لإن الحاجات دي بتمرّر فلازم نتخلّص منها. بعد كده ضربتهم في الخلاط وصفّيتهم. عايزة أقول لكم إن هيبقى معاكم عصير يوسفي عالمي. المهم إن إحنا هنشيله على جنب، وهنكمّل بقى بقية المكونات. جِبت نفس الخلاط برضه، حطيت فيه 3 بيضات، وعليهم نُص معلقة من الفانيليا، ومعلقة خل، وكوباية سكر، وكوباية إلا تِلت من الزيت. وهاضربهم كويس أوي. بعد كده بقى جبت كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح ومعلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر، وقلبت كويس، وحطيت بقى الحاجات اللي أنا ضربتها في الخلاط، وعليهم كمان كوباية وربع من العصير اللي احنا عملناه، وهقلب بقى كله في اتجاه واحد كويس جدا. بعد كده بقى في اختيارين، لو عايزينها مرتفعة خلونا في الصينية الصغيرة مقاس 26، لو عايزينها متوسطة زي ما أنا ما بحبها وعملتها المرة دي خلينا بقى في الصينية الكبيرة اللي هي مقاس 35 في 35. هخبطها بس خبطتين كده علشان خاطر أي فقاعات هوا تطلع، وبعد كده هحطها في الفرن لدرجة حرارته 180 ومشغلينه من قبل ما نبتدي أصلا، يعني بقاله مثلا 5 دقايق شغال. هتاخد حوالي نص ساعة وخمس دقايق، ساعة إلا تلت في الحدود دي. مش قادرة أقول لكم بقى ريحتها تجنن قد إيه، وطعمها حلو قوي، وكمان علشان هي مش سميكة قوي ومرتفعة، فيها سنة قرمشة كده حلوة قوي. يا رب تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا.